اهلا بيكم. معكم رانيا دهب، والنهارده هنحضر مع بعض عجينة البريوش الحلوة بثلاث اشكال مختلفة، من ضمنهم بريوش الفهد الروعة ده. عجينة بريوش طرية قوي وسهلة جدا في التحضير، وطريقة التحضير بتاعتها مناسبة جدا لأي حد مبتدئ انه يحضرها. طعمها حلو قوي لدرجة انكم ممكن تاكلوها كده سادة مع كوباية شاي، او تضيفوا عليها شوكولاتة وتحلوا بيها. متأكدة انكم هتستمتعوا جدا وانتوا بتاكلوها، وحبكم ليها هيبتدي من وهي في الفرن. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو اعملوا لي لايك للفيديو ده، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بالوصفات الجديدة. كمية البريوش اللي هنحضرها النهاردة هتكون بكيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات او دقيق مخبوزات، وهنحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر 5 جرام، وهنحتاج 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. وعشان عجينة البريوش أساسي فيها الزبدة، هنحتاج كوباية من الزبدة 200 جرام بدرجة حرارة الغرفة، وهنحتاج 3 معالق كبيرة من الحليب البودر، وكوباية من السكر 200 جرام. ومش هنزود سكر لأنها بتبقى مظبوطة جدا بمقدار السكر ده. واختياري هنضيف باكت من الكريم شانتيه، بيعلي التست جدا وبيضيف للعجينة طعم مميز قوي، وبيخليها طرية أكتر كمان. وفي المعيار ده معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنحتاج كوباية من المية الدافية 200 ملي، وممكن نضيف 50 ملي كمان على حسب احتياج العجينة. وهنحتاج نص معلقة صغيرة ملح 3 جرام، وهنحتاج 4 معالق صغيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، وياريت نجيب نوع كويس لأنه بيفرق جدا في الطعم. وكده المقادير بتاعتنا خلصت. هنبتدي نعمل دلوقتي اختبار الخميرة. على معلقة كبيرة من الخميرة هنضيف 200 جرام من المية الدافية، وحوالي 3 معالق كده من كمية السكر بتاعتنا. وهنقلب بقى المكونات دي كويس قوي، وهنغطيها وهنسيبها على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل. وبعد 5 دقايق كده هتكون الخميرة تفاعلت وعملت طبقة سميكة كده على الوش، وده بيعرفنا ان الخميرة صالحة للاستخدام، وان شاء الله تنجح معانا الوصفة. في بولة العجن بقى هنضيف خليط الخميرة اللي حضرناه و4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وباقي كمية السكر و3 معالق من الحليب البودر لو متوفر. مش متوفر في الحالة دي هنستبدل المية اللي استخدمناها مع الخميرة بحليب سائل دافي. وهنضيف باكت من الكريم شانتيه، وبعد كده هنقلب كل المكونات الحلوة دي مع بعضها كويس قوي. وبعدين هنضيف الدقيق المضاف عليه نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر 5 جرام. وبعدين هنضيف كمية الزبدة بتاعتنا بالتدريج. هنضيف حوالي 4 مكعبات كده ونعجن لما تختفي الزبدة. هنضيف باقي الكمية بالتدريج، لان العجينة بتاعتنا النهاردة احنا مقللين فيها السوائل، لان عجينة البريوش الصح بيبقى العجين بتاعها بزبدة وبيض. بنقلل السوائل ونزود من الزبدة والبيض. هنبتدي بقى نعجن، وهنحس في الاول ان العجينة تقيلة قوي ومحتاجة سوائل وبتلزق كده، بس مش هنضيف اي سوائل غير حوالي 200 ملي او هنزود 50 ملي بالكتير، والعجن كله هيكون بالزبدة. وهنستمر في العجن لمدة 10 دقايق لحد ما نوصل بالقوام لقوام ستريتش. ولما امسك العجينة اشدها كده ما تتقطعش مني، يبقى كده وصلنا للقوام المظبوط، ومش محتاجين نعجن اكتر من كده. هبتدي بقى اخد العجينة بتاعتي اقسمها، علشان احنا النهاردة هنعمل اشكال من البريوش. هنعمل بريوش الفهد، وهنعمل على شكل فيونكة، وهنعمل الشكل المتعارف عليه اللي هو الملفوف على بعضه اللي شبه الحلزوني ده. هنقسم العجينة لنصين، نص هنسيبه فانيليا زي ما هو اللي هنعمل بيه الاشكال التانية، والنص الاولاني دوت هناخده ونعمل بيه بريوش الفهد. هنقفلها كده في بولة ونشد عليها بلاستيك راب ونسيبها تتخمر. النص التاني من العجينة هنبتدي نعمل بيه بريوش الفهد. وعلشان نعمل بريوش الفهد هنبتدي نقسم النص اللي احنا قلنا عليه ده لنصين كمان. نص هيبقى فانيليا، والنص التاني هنقسمه لنصين كمان زي ما هو موضح في الفيديو، علشان نحط عليه كاكاو، بحيث ان يبقى نص العجينة نصها بني فاتح ونصها بني غامق. هناخد بقى نص العجينة وهنضيف عليه معلقة صغيرة من الكاكاو الخام، وممكن تبتدي تضيفي نص معلقة صغيرة الأول وتشوفي اللون. لو حسيتي ان هو فاتح قوي ممكن تضيفي النص التاني، لان ممكن الكاكاو عندي تختلف عن الكاكاو عندك. المهم ان احنا نوصل بلون العجينة للون الفاتح ده، علشان لسه هنعمل النص التاني يكون اغمق شوية، علشان يبان شكل الفاتح والغامق زي ما شفتوا في اول الفيديو. خلصنا العجينة البني الفاتح، هنبتدي بقى نغطيها ببلاستيك راب ونسيبها تتخمر. وناخد بقى النص التاني من العجينة ونضيف عليه حوالي معلقتين صغيرين من الكاكاو الخام، وحوالي معلقة من المية علشان الكاكاو اللي احنا زودناها. المهم نوصل بلون العجينة للون اللي قدام حضراتكم ده، علشان يبقى فيه فرق في درجات الألوان.
وبكده هنكون خلصنا العجن بتاع الكمية كلها. هنغطيها بقى ونسيبها تخمر في مكان دافي مظلم لمدة ساعة. وبعد ساعة هنبتدي ناخد العجينة اللي هي بالفانيليا بس، اللي هنعمل بيها الأشكال، لأن دي اللي احنا حضرناها الأول، فبالتالي هي هتخمر قبل عجينة البريوش الفهد. هنطلع بقى منها الهواء بالشكل الموضح في الفيديو ده، وبعدين ناخد منها قطع بقى على قد يعني حجم الأشكال اللي انت هتعمليها. المهم ان القطع اللي تاخديها تكون كلها بالتقريب كده مقاس بعضها، علشان في التسوية كلها تستوي مرة واحدة، ما تبقاش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة فالصغيرة تستوي قبل الكبيرة. تمام. وبعد ما ناخد من العجينة نغطيها علشان وشها ما ينشفش. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل شكل الفيونكة. انا خدت قطعة حوالي 105 جرام، وطبعا قلتلكوا الحجم ده بتاعكوا انتوا. هنبتدي نفردها قدامنا بالشكل اللي قدام حضراتكوا ده على شكل دايرة، وبعدين بسكينة او بسكرابر زي اللي معايا ده هنبتدي نعمل فتحة فتحتين كده قصاد بعض بالشكل اللي قدام حضراتكوا ده، وقدامهم من الناحية التانية في النص هنعمل فتحة بالشكل ده، وبعدين في الجنب ده هنعمل فتحة، والجنب التاني هنعمل فتحة زي ما هو موضح في الفيديو بالظبط، والجنب التاني هيبقى نفس الحكاية. هنرفع المثلث اللي في النص بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وناخد المثلثين اللي في الجنب نضمهم على بعض ونقفلهم كويس قوي علشان ما يفتحوش وهما بيتخبزوا. وبعدين هنزل المثلث تاني بعد ما اسويها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. الموضوع سهل خالص، ما فيهوش اي حاجة صعبة. هناخد المثلث اللي في النص نقلبه كده علشان نعرف نقفل المثلثين على بعض. هنقفلهم كويس قوي علشان ما يفتحوش في الفرن، ونسويهم كده بايدينا علشان يبقى شكلهم مهندم كده وحلو. وبعدين ننزل المثلث تاني وبرده نظبطه كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هاخد الشريط الرفيع ده اقفل بقى كده، اعمل شكل الفيونكة واقفله كده برده من تحت، امسكه كويس علشان ما يفتحش في الخبز. وبكده تبقى الفيونكة بتاعتنا جاهزة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هحطها بقى على صينية خبز واحط تحتيها ورقة زبدة لو الصينية بتاعتي محتاجة ورقة زبدة. هنعمل واحدة تانية عشان تركزوا اكتر. هنعمل فتحتين كده في العجين بالشكل اللي قدام حضراتكم، وقدامهم من الناحية التانية هنعمل فتحة واحدة، وبعدين من الجناب هنعمل فتحتين بالشكل ده بحيث ان يبقى شكلها شبه المثلث كده. وبعدين هناخد المثلث اللي في النص نتنيه على قدام علشان نقدر نضم المثلثين دول على بعض كده ونسويهم علشان ما يفتحوش في الخبز. وبعدين نرجع المثلث اللي في النص تاني ونعمل الناحية التانية بنفس الحكاية، نقفل كويس قوي علشان ما تفتحش في الخبز. وبعدين نرجع المثلث تاني وناخد الشريط ده نقفل بيه الفيونكة، ونقفل برضو من تحت كويس قوي علشان ما يفتحش في الخبز. كده الفيونكة بتاعتنا جاهزة. طبعا الكمية اللي هتخلصيها هتغطيها وهتسيبيها تتخمر لمدة نص ساعة عبال ما تعملي الأشكال التانية. هنبتدي بقى دلوقتي نعمل الشكل التاني من أشكال البريوش، هو الشكل الحلزوني، وده من أسهل أشكال البريوش اللي ممكن تعمليها. هنبتدي ناخد قطعة برضو كده ونرولها كده، نبرمها كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، ونبتدي من الطرف نلفه لفتين كده، وبعدين ناخد الطرف التاني نلفه بشكل حلزوني زي ما هو موضح في الفيديو قدامكم كده. وبقية الطرف اللي فاضل هنحطه من تحت القطعة كده علشان يقفل معانا وما يفتحش في الخبز، ويبقى عندنا الشكل الروعة اللي قدام حضراتكم ده. شكل سهل جدا وممكن اي حد مبتدئ يعمله بكل سهولة. هنحطها برضو في صينية خبز ونبتدي نعمل واحدة تانية علشان برضو تركزوا اكتر. هنبرمها كده وناخد طرفها نلفه على بعضه لفتين، والطرف التاني هنلفه بشكل حلزوني زي ما هو موضح في الفيديو قدام حضراتكم، والطرف هندخله من تحت علشان ما يفتحش في الخبز. وبس كده. وبكده الشكل الحلزوني بتاعنا يكون عملناه بكل بساطة. برضو هنغطي الصينية بتاعتنا ونسيبها تتخمر تاني لمدة نص ساعة، ونبتدي بقى دلوقتي نعمل بريوش الفهد اللي هو شكله روعة زي ما شفتوه في أول الفيديو. هنبتدي الأول ناخد العجينة اللي هي الفانيليا نطلع منها الهواء ونقسمها ل8 قطع، والعجينة برضو البني الغامق والبني الفاتح برضو هنقسمهم ل8 قطع. وفي بريوش الفهد هنستخدم القالب بتاع الانجليش كيك، هنشوفه بعد شوية. بعد ما نخلص تقطيع العجينة ونشكلها هوريهولكوا علشان هنعمل العجينة او البرمة اللي احنا هنبرمها للعجينة لازم تكون نفس مقاس قالب الانجليش كيك. هكور دلوقتي بقى او هعملها بشكل صوابع زي ما احنا عايزين ل8 قطع زي ما قلتلكوا، كل العجينة يعني العجينة الفاتحة والعجينة الغامقة والعجينة الفانيليا. ابتدي باول واحده اللي هي العجينه الفاتحه. عايزين نركز بقى في اللي جاي ده علشان نطلع الشكل زي ما شفتوا في اول الفيديو.
هناخد اول قطعة من العجينة الفاتحة ونبرمها كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، نفس مقاس الانجليش كيك بتاعتنا. ده قالب انجليش كيك حجمه كبير اللي هو الحجم المتعارف عليه. انا بطنته بزبدة ورشة كده من الدقيق ونزلت الدقيق الزيادة، وهعمل الرولات كلها او صوابع العجينة بتاعتنا هعملها نفس مقاس قالب الانجليش كيك المتوافر عندنا. خلصت اول واحدة من العجينة الفاتحة، هبتدي اعمل العجينة الغامقة وابرمها برضو نفس مقاس قالب الانجليش كيك، بس دي هفردها، يعني هفردها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده عشان احط في قلبها العجينة الفاتحة اللي هي اللي انا برمتها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. الموضوع سهل خالص. برمنا اول واحدة اللي هي لونها فاتح، وبعد كده هناخد اللي لونها غامق نبرمها وبعدين نفردها ونحط في قلبها اللي لونها فاتح. تمام كده. هنقفل بقى عليها كويس قوي علشان يبقى الشكل كده دايرة زي ما شفتوا في اول الفيديو جوه العجين. هنقفل عليها كويس قوي من فوق ومن الجناب، وبعدين نبرمها برمة بسيطة كده ونخليها على جنب. وناخد بقى اخر حاجة قطعة من العجينة الفانيليا، نفردها برضو بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، ونحط في قلبها العجينة الفاتحة والعجينة الغامقة، ونقفل كده ندوس كده على الطرفين بتاع العجينة الغامقة عشان تلزق وتبقى سهلة علينا واحنا بنقفلها من الجناب كده في العجينة الفانيليا زي ما هو موضح قدامكم في الفيديو. الموضوع سهل خالص. وهنقفل برضو كويس قوي من الجناب ومن فوق علشان تبقى العجينة محكمة، وهنبرمها برضو كده لحد ما تبقى برضو قد قالب الانجليش كيك، والطرف بتاعها اللي احنا قفلناه هيبقى من تحت، وهنحطها في قالب الانجليش كيك بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. الموضوع سهل خالص، مفهوش اي حاجة صعبة. هنعمل واحدة تانية. هنبتدي الاول بالعجينة الفاتحة نرولها، وبعدين ناخد قطعة من العجينة الغامقة نفردها قدامنا بنفس حجم الانجليش كيك او قالب الانجليش كيك يعني، ونحط فيها العجينة الفاتحة ونقفل عليها كويس قوي، وناخد قطعة من الفانيليا نفردها قدامنا برضو ونحط في قلبها العجينة الفاتحة والغامقة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، ونقفل عليها ونحطها جنب التانية. الرصة بقى هتكون ازاي؟ هنحط 3، يعني هنحط 3 صوابع كده من العجين في اول رصة، وبعدين 3 كمان، وبعدين 2، كده مجموعهم 8، وهيبقوا بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنغطيها برضو زي باقي العجين ونسيبها تتخمر تاني لمدة نص ساعة. وفي الوقت ده وعبال ما خلصنا بريوش الفهد هيكون البريوش الفيونكة والحلزوني هيكونوا خلاص عدى عليهم النص ساعة. وهنبتدي دلوقتي نعمل لهم خليط تغطية، وهو عبارة عن صفار بيضة ومعلقتين من الحليب السائل ورشة من الفانيليا، ونبتدي نحطهم بالراحة خالص على وش البريوش بتاعنا من غير ما نضغط عليه عشان ما نطلعش الهواء اللي اتكون بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنخلص بقى الصينية كلها وهنعمل برضو البريوش الحلزوني بنفس الحكاية، وهنرش عليهم سكر. يعني المتعارف عليه ان البريوش الحلو بيتحط على وشه سكر خشن، فلو متوفر عندكم سكر خشن بيكون افضل. وهنا البريوش الحلزوني خلاص برضو بقى جاهز. هندهن وشه برضو من خليط التغطية ونحط على وشه سكر، وبعدين هنبتدي نخبزه على طول. هندخله على فرن حامي على درجة حرارة 200. في الرف اللي في النص هيحتاج حوالي 15 دقيقة. بمجرد ما ياخد لون من تحت ومن فوق، لون ذهبي كده حلو، هنخرجه على طول لانه مش هيحتاج اكتر من كده، هو كمان مش بياخد وقت كتير في الفرن. واول ما نخرجه من الفرن هنغطيه كده بفوطة ناشفة علشان يفضل طري كده ومحافظ على قوامه. وفي الوقت ده هيكون عدى خلاص نص ساعة على بريوش الفهد. هنبتدي برضو نغطي وشه كده بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو صفار البيضة واللبن والفانيليا، وهندخله برضو على فرن حامي على درجة حرارة 200. بس ده هياخد وقت اطول شوية في الفرن، فهيقعد حوالي نص ساعة الا 5 دقايق. ونبتدي ندخل كده عصاية زي ما بنختبر الكيكة، لو طلعت نضيفة ما فيهاش اي حاجة يبقى كده تمام قوي، هو مش بياخد وقت اكتر من كده. وده البريوش التاني بتاعنا. بعد ما غطيناه وسبناه لما يهدى كده، هندهن وشه بالشربات العادي خالص بتاع الحلويات، بيدي لمعة كده حلوة للمعجنات او للبريوش عامة، وبيدي طعم حلو كده شوية. شايفين شكله حلو ازاي؟ بجد يا جماعة من انجح وصفات البريوش اللي ممكن تعملوها بمنتهى السهولة. عجينة ناجحة 100%، طرية جدا لان احنا عجنينها بزبدة، لان احنا متبعين التكنيك الصح للبريوش. البريوش علشان يتعجن صح ويفضل طري معاكي بتقللي كمية السوائل وتعجني بالزبدة، وطبعا كيلو الدقيق لازم تحطيله 4 بيضات. اقل من كده هيبقى العجينة تحسي ان هي ناشفة شوية. فبالمقادير دي ان شاء الله البريوش هيطلع معاكي ناجح 100% بدون ولا غلطة. وهنا بريوش الفهد الروعة طلع خلاص من الفرن بعد حوالي نص ساعة.
وبعد ما غطيته هبتدي اقطعه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شايفين رصة العجينة عاملة ازاي؟ لما قلتلكوا واحنا بنرصها في قالب الانجليش كيك نرصها 3 وبعدين 3 وبعدين 2، عطتنا الشكل الروعة اللي قدام حضراتكم ده. وممكن كمان نحط على وش شوكولاتة زي ما انا عملت كده، وناكله كأنه حاجة حلوة يعني بعد الاكل. وممكن نسيبه سادة وناكله لوحده، وهو في كل الاحوال طعمه في منتهى الجمال. شايفين شكل القطعة عاملة ازاي؟ تحفة بجد. وريحتها وشكلها، كل حاجة فيها تحفة. يعني بريوش الفهد ده لوحده حكاية، طري جدا. شايفين القطعة طرية ازاي؟ والبريوش الحلزوني ده كده لما بتفكوه كده بيبقى طبقات ورا طبقات، حاجة كده في منتهى الجمال. ممكن بالعجينة دي تعملي كل الأشكال اللي انت تحبيها، يعني لو في أشكال تانية انت عايزة تعمليها ممكن تعمليها بالعجينة دي، لأنها عجينة ناجحة 1000000% بإذن الله. وممكن كمان نحتفظ بيها بكل سهولة في الفريزر، نحطها في أكياس ونخرج منها الهواء، ولما نعوز منها نطلع على قد احتياجنا ونسخن، هتبقى أكنها لسه معمولة حالا. بجد الوصفة دي يا جماعة من أنجح الوصفات اللي ممكن تجربوها للبريوش. ريحتها وهي في الفرن خطيرة، ولما بنطلعها بتكون طرية جدا، مش محتاجين جنبها غير كوباية شاي، ومش هتبطلوا أكل منها. إن شاء الله الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها وتقولي لي رأيكم. ومع ألف سلامة.